التومية السوري زي بتاعة المحلات بالظبط. تعالوا نقول بسم الله ونصلي على حبيب الرحمن، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونشوف المكونات بسيطة، شايفين القوام واللمعة والنعومة خطيرة. جيبيلي الطاسة بتاعتك على النار، حطيلي فيها كوباية من النشا وعليها كوبايتين من المية، ونبتدي نقلب. بس يا ريت ما تقلبوش بالمضرب ده، بالاسباتولا احلى لانه لزق جواه. ونقلب تقليب مستمر لغايه ما تديني لون الشفاف. ايوه اللون ده يبقى شفاف مش ابيض. هي كده استوت. اشيلها تبرد، يعني مش لازم تبرد تماما، بردت حاجه بسيطه يعني. وجيبيلي بقى محضره الطعام، شفتي لونها شفاف عامله زي الازاز كده. وجيبيلي نص كوبايه من الزيت، يعني او اكتر سيكه كده، يعني 3/4 كوبايه. وكوبايه من اللبن، معلقه توم كبيره حلوه وانا هكتب لكم برضو المقادير، وكوبايه من الزبادي، ومعلقتين عظام كده من المايونيز، ومعلقه صغيره من الملح، وفنجان من الليمون، عصرت ليمونتين. ونبتدي بقى نحط العجينه اللي عملناها وعليها معلقه الثوم والليمون، وابتدي اضربهم كويس جدا في محضرة الطعام، وارجع اضرب تاني، يعني نضرب كتير كده بحيث ان هي تبقى ناعمة وجميلة وقوامها حلو قوي. انزل بالزبادي ومعلقتين المايونيز واللبن ونضرب. شايفين بقت كريمي وجميلة جدا. هننزل بقى بالزيت، لقيتيها تقيلة قوي، حطي شوية لبن كمان، يعني انا ضفت كمان ربع كوباية من اللبن عادي جدا يعني. قوامها كويس خلاص. شايفة ما شاء الله الكمية تحفة، لازم تجربوها يا جماعة، طعمها خطير.